يا صباح النور، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا لاباس وإن شاء الله تكونوا في خير ونعمة. اليوم إن شاء الله لقاء جديد وفيديو جديد يجمعني بيكم. نتمنى تكونوا الناس الكل بخير. أكيد راكم شفتوا من العنوان، هذه دبارتي اللي كنت شاركتكم النصف نتاعها في اللايف، اللي هي بما اني شاركتكم في لايف قلت لازمني نكمل الوصفة ان شاء الله ونكمل نفيدكم بها ان شاء الله. هي طريقتي في الرز الأزعر وكيفاش ديما معناها أسهل طريقة نعتمدها باش تجيني نتيجة باهية ويجيني حاجة ما شاء الله. هنا كيف ما تشوفوا أول حاجة نقوم بها نهار باش نعمل رز أزعر. إذا كان باش نطيب الدجاج وحده يعني يبدا مفوح ووحده مش يعني في المقفول. دونك أول حاجة نعملها خذيت الصحفة متاعي حطيت فيها كامل غرد طبيعي، زيت كيف ما شفتوا كليل، شوية ثوم، كركم، فلفل أكحل. الثوم كنت هرسها مع شوية تبل وكروية مش ما يعطينيش المرارة في الدجاج متاعي، ولفيه حسب الرغبة. نجموا تزيدوا فيه شوية روس شايح أحمر، وإلا هكا شوية بتاع فلفل أحمر. ما عملتش فلفل أحمر، نحبه الحق الدجاج يبدأ أزعر يعني بالكركم. دونك من بعد ما خلطت المكونات حطيتهم الكل خلطتهم بالكدا اللي يتجنسوا ليا. تنجموا تضيفوا مغرفتين ماء باش تحاول مغرفتين الماء شنية دورهم هذاكن يخلي الخليط نتاعك يكون متجانس وما يعملش لك كوش نتاع الزيت وحدها. فهمتوا؟ نجموا نعوضوا زيت كابت الياغورت بالكريم فريش ليكيد، والا باللبن، شويه البن. لكن هذه طريقتي المتبعه كيف ما نعمل الحق. شاركتكم الوصفه متاعي. هنا كنت خذيت الدجاج، في العاده نحي لها الجلد نتاعها بما اني باش نطيبه يعني في الاير فراير واحده. خليت له الجلده نتاعها وشوتها، من بعد نستغنوا عليها ديجا معناها نقول حتى كان ثم حاشاكم يعني شويه حراق ولا اي حاجه تتنحلي مع الجلده. فهمتوا؟ هنا شنو عملت؟ شديت الكويس نتاعي شوتهم على الغاز، من بعد ما شوتهم بديت نفوح فيهم كيف ما تشوفوا هكا. كنحب نوصل لماكسيموم الصوص نتاع التفويح نتاعنا الكامل الدجاج، وهكا كنظن يجينا الدجاج بنا ما شاء الله. اذا كان مش تطيبوه مثلا في العشيه ولا في يعني في العشيه وجبه عشاء، ماذا بيكم تفوحوه من الصباح. واذا كان مش طيبوه في طول نصف النهار تفوحوه من الليل وتغطوه ببيبي سلوفان وتحطوه في الفريجيدير. هكاك يتشرب لك كميه الفحم نتاعك. هذه ابسط تفويحه للدجاج نعتمدها بمكونات عاديه وبسيطه نلقوها ان شاء الله في كل دار. كيف ما شفتوا هنا يعني ندهنها بالخليط نتاع التوابل هذيك ونعاود. ومن بعد تشوفوني كيف باش ناخذ كردون ونشد الكردون ونعمل فيها ثقب هكا ذاك وعلاش باش من بعد كي يبقى الدجاج في الفريجيدير يزيد يشرب ويلقى منين يدخل ليا الفحم نتاعو. واذا كان ان شاء الله باش تعملوا دجاجه كامله ننصحكم انكم تكثروا شويه من الكليل، على خاطر الكليل لفاح اساسي في التفويح بالنسبه للدجاج نتاعنا. نفس العمليه نقوموا بها جست شنية نزيدوا الكليل شويه ونحطوا فص الدجاجه من داخل، ونحاولوا نوصلوا الصوص هذا بين الجلده واللحم. فهمتوني؟ بين الجدة واللحم، مش ندهنو جيست البرة برك، على خاطر نعرفوا اللي وين المكان وين موجود نقوله نحن سكالوب الصدر نتاع الدجاج هذيك معناها كوشنتينا ماذا بينا معناها يدخل لها الفاح وتتفوح كل شيء. دونك نولو الصوص هذه نفسها ندهنوا بها هكا، نهزوا الجلده وندخلوا الجلده بالقدا. معناها ان شاء الله مره نكملكم، سامحوني ندخل الفاح بالقدا ان شاء الله مره نشارككم العمليه. نلبس القوم تاعي ونشارككم العمليه كيفاش نفوح الدجاجه تبدا كامله ان شاء الله. وزادت نجموا تضيفوا بصل، نجموا تزيدوا طماطم ترونش، نجموا تضيفوا فلفل ترونش. البصل الحق نعمله رونديل، نعمله رابي ونحطها مع الصوص هذاك ثاني يعطي مطعم تاع حلاوه ما شاء الله ما نحكي لكمش. كيف ذكرت كلمة الحلاوة راني نسيت، لو كنت تلاحظوا في الفيديو راني حاطت مغرفة على راس المغرفة، يعني مغرفة نتاع قهوة صغيرة بالكل فيها عسل. حطيت زاد العسل باش تعطينا المطعم نتاع بين هكا نيونس بين الملوحة والحلاوة، ويعطينا تقرميشة زاد. راهو العسل في الحاجة تبدا كويسي معناها يبدا هكا معناها طايبة في الفرن ولا في الفراير تجي هكا فيها تقرميشة. به تو تعطيت شنية هذا شطر الفيديو راني شاركتها معاكم في لايف. شنية عملت بالنسبة للرز متاعي؟ نقعته في الماء ونحيت له النشا، غسلته من 4 ل5 مرات.
من بعد قبل ما نغسل الرز سامحوني حطيت في المقفول متاعي الجماعه اللي ما تفرجوش في اللايف، حطيت شويه زيت، بصل مقصوصين دي كيوب، كركم، فلفل اكحل، شويه دجاج هكا. علاش؟ على خاطر تنقلكم من بعد شنو عملت منه، على خاطر مش تفوح ليك الطنجره وهذاك هاو، وشويه ثوم هكا تحريكه صغيره. مرقت لهم شويه ماء بدا باش يتغلى، مرقت له الماء ما عنديش فيه حاجه معناها باش تتقلى برشا، جست برمت هكا طرف اللحم يعني نقولوا نحنا خذت الشكل نتاعها. مرقت له بالماء بدا يتغلى، حطيت الرز نتاعي غسلته في صحفه من 4 ل5 مرات يمشي الماء ويصفى. من بعد ما صفى الماء نتاعنا صيي معناها سكرت الرز نتاعي بالكدا بالكدا. ردوا بكم تخلوا فيه الماء مش ما يجيكمش معجن، خاطر راهو ديما نعرفوا كميه النشا تبقى في القاع نتاع الصحفه اللي نغسلوا فيها الرز. وحاجه اخرى وانتم قاعدين تغسلوا فيه امعكوه بالكدا، يعني نقولوا نحنا افركوا الرز بين يديكم هكا خلطوا باش كميه النشا المحصوره بين الكعبه والكعبه تطلع لكم، فهمتوا؟ وسر من اسرار نجاح الرز انك تغسله بالكدا، تغسله مش مره واحده، من 4 ل5 مرات. باهي. من بعد حطيته في الكسكاس وحطيته على المقفول بعد ما تغلى. ما نحطوش الرز في الكسكاس والمقفول ما بداش يتغلى، راهو يعجن لكم. حب في الرز مفور بالخضره، حب في الرز الازعر. باهي. ومن بعد شني عملت؟ عملت رشه حاشاكم ملح في الرز، خاطر الملح اللي فوحت به في المقفول مع الدجاج ومع الكركم. علاش؟ على خاطر نعرفوا اللي الرز من نقولوا نحنا النباتات، هو مستخلص نباتي يعني مش مستخلص يعني حاجه جايه من نبته، معناها مش كيف المقرونه. ديجا نحن المقرونه حتى كنطيبوها نعملوا فيها الملح، لا المقرونه هي ما وصلتناش معناها من شجره طول مقرونه جتنا، لا لا هي راهي نقولوا نحنا من الحبوب ترحت وتخدمت بعض ومن بعد وصلتنا مقرونه في اشكالها المختلفه. لا الروز هنا نبته تجينا كيف ما هو، معناها كيف من النبته يجينا كيف ما هو، فهمتوا؟ زاد يحصدوه ويجيبوه ويشيحوه ومن بعد يجيبوه هنا ثم المفور وثم العادي. المفور يبدا معرض للبخار، دونك يحب تفويح نتاع الملح بشوي. ما نقولش لك عينك ميزانك، نهني الحق لسانك ميزانك، بشوي بشوي كل مره هكا نذري شويه ملح. من بعد وقتاش يبدا يبان لي المطعم تاع الصوص تاع الرز، كل ما يبدا يطيب يعني كل ما نهبطه ونسقيه نعمل هكا كذواق صغيره. وبالطبيعه قبل ما نهبط الرز نتاعنا اكيد راه مش نكونوا وصلناه للمطعم اللي نحبوا عليه، ديما نتفقدوا. هنا اون باراليل حطيت كسرونه صغيره فيها تختوخ نتاع الطاجين، ما خذليش وقت من با ما ناكل شيء حاضر. حطيت طرف الدجاج، البصل، الزيت، ثوم، قرصه ملح وشويه كركم وحطيتهم يطيبوا وحدهم. ومن غاديك حطيت في الكسرونه شويه كركم، سامحوني كركم وملح وماء وشويه الحمص مش نطيبهم في الماء وحدهم على خاطر باش نعمله كسكسي. والله مخي في الكسكسي امس واليوم سبحان الله. باش نعمل له رز ازعر بالكركم سامحوني رز ازعر بالحمص والزبيب، مانيش عامله فاكهه. هنا نوري فيكم في الدجاج كيفاش معناه التختوخ نتاعها اللي فوحت فيه الدجاج كان نوع ولا نوع الاخر، معناها ما بقاش هو نفسه. توي كان بعد ما جبته باش نحاول نحطهم في الاير فراير. خذيت الاير فراير نتاعي هذونا لي بوشيت نحطهم في الاير فراير وباش نخليهم يطيبوا. حطيت اول مره تشوفوني حطيت 45 دقيقه في الاير فراير. ما نحكي لكمش بالنسبه لدرجه الحراره حطيت على 200 درجه، خاطر اقصى درجه عندي في الفراير هي 200. وحطيتهم تابوني ما شاء الله جوست مره بركه. وقت اللي جيت باش نقص لار فراير ما قصيتهاش طول، يعني ما طلعتش الدجاج طول، جوست قلبتهم على الوجه الاخر نتاعهم انا من اللوطه، خاطر هذاك منه الصوص نتاعنا اللي حاطينه معاه. شرب الصوص بالكدا، حبيت هكا يعمل تجميله تشوفوه ان شاء الله من بعد. هذه هي بالنسبه للحم. اون باراليل الرز نتاعنا قاعد يطيب. عملت له 3 تفويرات، معناها سقيتها 3 مرات وجاني فارك ما شاء الله. الحق الرز في المقفول ديما نطيب فيه اكثر من الرز اللي يبدا في الكوشه. كنت اشرت لكم الرز في الكوشه المره اللي فاتت في اللايف، ما نعرفش يعني حكيت عليه، لكن فيسع شني نعمل فيه الرز في الفرن.
بالنسبة للرز في الفرن نفس المراحل، جست شنية ريتو يتشاركوا هما والرز في المقفول في إيتاب واحدة، إني وقت نحط سي نمرق للمقفول الماء هذاك اللي مرقته المقفول نحط الرز متاعي في نقليه الصحة سامحوني، نقلي الرز في التختوخ نتاع الدجاج، يعني هني بعد ما قليت ما نمرقش الماء طول، لا نصب عليه الرز بعد ما غسلته ونبدا هكا نحرك 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 بالقدا باش ما يلصقليش ويتحرق لي باهي. ومن بعد نمرق له الماء ونحطه سامحوني نحطه في البيركس متاعي ونمرق له الماء لين يتغطى. مش تقولوا لي كيفاش باش نعرفوا نحن الكميه، يعني نقصد كميه الماء، نحط الخليط نتاع الرز والدجاج اللي كنت قليتها مع بعضهم في البيركس متاعي، ومن بعد نضيف له الماء اللي يتغطى الرز متاعي، يعني هكا ميز نقولوا نحن فوق من الخليط نتاع الرز ميز سنتي برك باهي هكا، ونغطيه بالبابي ألمنيوم دوبل. نعملوه البابي ألمنيوم علاش باش نعملوه دوبل؟ خاطر كنا عملنا نفس الطريقه هذه نتاع تفويح الدجاج، غطيناه الروز بالكدا وشدينا البابي ألمنيوم منه في الكاع نتاع البيركس نتاعنا، وعملنا فيه ثقب بالكردون ولا بالسكينه مش برشا يبدو متباعدين مش ما يترخفش لنا البابي ألمنيوم يتيح ويمس الصوص يمس الروز، وحطينا فوق منه الدجاج لازار اللي كنا فوحناه زاد، ونغطوه الدجاج بالبابي كويسون فوق منه بابي ألمنيوم، والا بالبابي ألمنيوم برك نزيدو نغطو الدجاج فوق الخليط نتاع الرز اللي حطيناه في البيركس باهي، ونحطوه في الفرن تاعنا لين يطيب ان شاء الله. لهنا كيف ما شفتوا شنو عملت هبطت الرز نتاعنا في الكسكاس. ديما في الكسكاس ناخذوا حاجه يعني باش نحطوا فيها نسقوا فيها الرز نحطوها تمس القاع نتاع الكسكاس مش يشربوا لنا الرز بالكدا. شنو خذيت حطيت الكسكاس في الصحفه الكبيره وبديت نسقي فيه، هذه بريسك ثالث مره يظهر لي هكا، ونسقي ونحرك نسقي ونحرك بالكدا باش يشرب لي الصوص، وفي نفس الوقت مش يجيني فارك ما تلصقش لي كعبة الرز بعضهم. وراني كنت عملت فتكم بالحديث نحكيكم على الرز وعلى تفويح الدجاج، عملت عود نتاع القرفة عويد مش مرحية، عود يبدا صغير مش برشا، جيست نفوح بيه نرميه هكاكا في مع الرز مع حبيبة الرز مش في القاع نتاع الطنجرة، وغطيتها وخليتها يفور باش تسيبلك القرفة في المطعم نتاعهم. بصراحة المطعم القرفة مع الكليل حاجة بنينة برشا ما شاء الله. ومن هنا كيف ما تشوفوا تعديت للطاجين هي فكرة وليد لحظة، ومن الطاجين ولت سلاطة، بصراحة عملنا عشاء ما شاء الله وقتها ما كانش لا في البير ولا في الخاطر. عملت طاجين بطاطا، قصيت البطاطا رقيقة على الاخر على خلاف العادة، في العادة نقصها مع خشينة، وعملت فيها جبن زوز انواع نتاع جبن، وعملت الموتزاريلا وعملت تريانجل وبطاطا وشويه معدنوس والتختوخ نتاعنا اللي كنا طيبناه، قصيت الدجاج معناه سيرته ومن بعد خلطته ضفت لها البيض وخلطتهم، ما عملتش لا خميره ولا خبز في الطاجين خليتها عادي. وهذه هي بالنسبه للطاجين نتاعنا ان شاء الله. ومن بعد راني ما صورتهاش الحق تعديت عملت هكا شويه قرون فلفل على الغاز وعملت عشاي هكا بنين ما شاء الله خفيف ظريف كما قلت لكم، لكن على البال على الخاطر كان باش يكون روز ازعر برك. ورين تعدينا للطاجين ومن الطاجين تعدينا للسلطه المشويه، ويا ربي ديمها نعمه ويا فضل فضل. هنا الطاجين نتاعنا تاع باش نخليه يبرد شويه قبل ما نقصه. الحق نحب طيبت برشا انواع تاع طاجين، عملت طاجين سبنيخ عملت طاجين البيع عملت طاجين ملسوقه، لكن طاجين البطاطا خاصه في الوقت هذايا نحبه برشا. البطاطا تبدا حلوه ما شاء الله بن هنا الدجاج نتاعنا كيف ما تشوفوا فيه حذر، الطاجين نتاعنا حذر، السلطه نتاعنا حضرت. وهذا بالنسبه للرز فكره عشاء والحمد لله يا ربي. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله يكون خفيف ظريف، نتمنى تشجيعاتكم، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. كل الشكر لمن دعمني وكل الشكر للمتتبعات الجدد اللي دخلوا لي القناه.
ما تنسوش تشجعوني، والمشكم مشتركين بالقناة ان شاء الله تشتركوا، وان شاء الله يا ربي نلقاكم في صحة جيدة وبخير ونعمة.